قبل ما نبدأ صلي على النبي وما تنسوش اللايك والاشتراك في قناة حلوين. الجزء بيبدأ مع طرد بايك أجيم الوكالة الخاصة بسوري بعد ما خلت يو ينتحر، بس هي بتروح وهي متضايقة وبتكون سوري بتحذر الكل من انه ياخدها علشان في حاجة جامدة هتحصل، وهي بتروح لها اصلا وهي متضايقة على الاخر وبتقطع العقد ده وبتضحك عليها وبتعرفها ان الواقع اللي هي دخلت فيه وانها ما اتصلتش بيها، ولو ما كانتش اتقابلت مع يو كان زمانه عايش. فبتواجهها في انها كانت عارفة بعلاقتهم علشان الوكالة كانت مستفيدة، وطالما جه الوقت عشان تتخلص من ده وطالما كده جه الوقت عشان تتخلص من ده بقى، وهتفك كل حاجة هي عملتها وهترجعها للحياة اللي هي جت منها أصلا، وهتدمر حياتها بعد كده ومش هتسيبها تعيش عادي، وهترجعها لحياتها الوحشة اللي كانت متهمة بقتل أبوها. وبتيجي ماشية بتوقفها وعايزاها تضربها وتاخد حقها، بس بترفض علشان ده مش هيرجع يوم من تاني، ومش عارفة تعمل ايه عشان ترضيها بقى. وبتضحك عليها وهي بتبكي وبتعرفها في انها مش اللي غلطانة في الحوار ده خالص، عشان هي كانت جنبه وشايفة في انه بينهار لسنين وما عملتش ليه اي حاجة، ولما انتحر جابت اللوم عليه حاليا وانها عارفة كتير، والسنة اللي كان معاها أحسن من السنين اللي كان مع سوري فيها، وبتمشي وبتخليها تلوم نفسها وبتصرخ جدا وناوية تنتقم منها أكتر. فبتمشي وبتفتكر تهديدها ليها وبتتضايق جدا علشان هي كده تدمرها بقى ومش هتخلي اي حد يقف في وشها، وبتسوق وبتمشي ومش بيهمها اي حاجه. فين جينسو بيروح لها بيعرف منها في انها تتخلى عن بايك، وبتعرفه ان مفيش اي حاجه بشريه ببايك وهتخلي كل حواليها يضحى حرفيا. فوانغ بتضطرب من عند جده ومش عارفه تتصرف ازاي علشان هي محتاجه مال اساسا، وبتروح ترن على جون بس مش بيرد، وعشان كده بترن على بايك وبتعرف انها معرفتش ابنها في انها اتاسفت ليها على كل اللي حصل، بس بايك بتكون مش ناقصه وجع دماغ، كفايه اللي فيها ومش عارفه تعمل ايه لابنها علشان يحن عليها ويرد. بس هو بيجي لها وبتعرفها في انها محتاجه لجراحه، وبتسمعه وهي بتتكلم وبتعرفها في انها بتحتاج لعمليات كتيره ومش عارفه تعمل ايه، وبكده هي هتموت وعايزه ابنها يعرف ده، وبتعرفها انها عملت ده عشان مصلحتها مش اكتر، وبتكون بتسمعها ده وبتصدم هوانغ وبتعرفه ان امه بتعاني وبتخليها تقفل على طول. فبتطلعه ومش عايزه ترد عليها اساسا، بس بتجيبه اللوم عليها علشان هي امه كانت بتهتم بيه وهي بتحاول تقتلها، وعشان كده بيعرفها انه راح وحاول يتفاوض مع سوري بس رافضه وهتحاربها على طول ولسه مش عارفه تعمل ايه خالص. فجي او بيوصل هنا وبيروح لها وهو بيكون بيحاول يخليها كويسه ويخرجها من كل ده، بس بتصر المره دي في انها مش هتسكت زي كل مره، وعشان كده بيفكروا باللي يعملوه المره الجايه واللي لازم حد فيهم يموت ويخلص على التاني. فبيعدي الوقت وبيروح ينام وبيفكر في الكلام بتاعها، فبيعدي اليوم وبيروح مع امه وبيقرر يديها كليتها ويسدد كل ديونها، بس مقابل ده ما تظهرش قدام بايك او تروح لجده خالص، وهيعمل كده عشان يبعدها خالص بقى، وبيخليها مستغربه بس شايفاه في انه قاسي جدا، بس كل هدفه في الاول وفي الاخر في انه يبعدها عن الناس القريبين منها وبيخليه مصدومه. فبنروح لسوري اللي بتعرف ان الشرطه جايه ليها عشان يفتشوا المبنى، وبتتصدم جدا وده علشان لقوا في انها متهمه بالسرقه من الوكاله وانها بتمارس العنف عشان تخوف الناس، والصحفيين بيروحوا يمسكوا كل حاجه، وبتكون بايك هي اللي عملت كل ده اصلا وحابه تنتقم منها قبل ما تعمل لها اي حاجه. فجون بيوصل وبيعرف مساعد جده في انه يدخل جراحه قريب، فبلاش يعرف جده بقى وبيقفل معاه، بس بيلاقي لينا عنده مصدومه من الجراحه والكليه اللي هيديها لامه، وانها لو ما كانتش جت ما كانتش عرفت اي حاجه، وانها فضلت مستنياه وبتجاهلها وبتتعصب عليه بس بيوقفها بدل ما تتاذى، وهي بتبكي وشايفه انه غريب فعلا وبتمشي على طول. فبايك بيجي لها فم منه ورافضه تاخد اي اخبار وحشه منه ومش مهتميه بيه خالص اساسا، وكل همها مصلحتها وخلاص، وبيعرفها ان يجي يخلص وبيجي لها وبلاش تقلق عليه وبيهتم بيها رغم انها مش معبره نهائي. فبيستعد للجراحه دي مع امه اللي هتبر عليها، وبيعملوا ده وبيكون جالها عقد جديد رغم ان صورتها حاليا مش كويسه، بس الناس عايزين يلمعوها من تاني وانها تيجي وتتناقش معاه عشان العقد الجديد اللي هيحصل. فبنروح لشيم اللي بتكون بتاكل وهي عندها ومش معبراها خالص، وبتفضل تاخد منها حاجات كتير، وهي بتوريها في انها مسحت كل الاخبار اللي كانت بتتكلم عنها، وشايف انها طول اليوم بتدور عليه عشان بتفرح لما بتشوف كلام وحش عنها وبتتبسط، وشايف ان لما حياتها بتكون صعبه في شخص بيظهر وبينقذها من تاني، وعشان كده بتعرفها مكانتها الحقيقيه وانها تفضل ساكته احسن. وبتروح تشوف لينيه وهي في الاعلان ده وبتشوف الشنطه اللي ب10 ملايين ويندي، وهي بتروح تتبسط بيها جدا وبتفرح وبتقرر تاخدها. فجاي بيشتري منتجات وبيمشي وسط متابعة الشخص ده ليه اساسا، بس جاي بيكون عارف ان في شخص متابعه علشان هو شغال في المتابعة اصلا، وبيروح لمديره وبيلاقي انه بيفكر في مين اللي بيتابعه ده، وبيروح يعرف منه في ان الاشخاص دول مش حقيقية
وإن كل حاجة مزيفة ولازم يحذر من الناس دي علشان هما مش سهلين، والحقيقة بيكون كل ده متسجل أصلا. وده هيوك سمعه وبيروح يسمع كل حاجة وهو فرحان، والحقيقة إن ده بيكون اسمه من دهيوك وحالته حالة وهنعرفها بعدين، واللي بيروح يدخل القاعة دي عشان الاجتماع. فجاي بيمشي مع بايك وبتعرفه إنها كانت خايفة من اللي حصل، بس عرفت تعدي منها ومش عايزة تقرب من الناس المجانين دي تاني، وبيفكرها بالفون اللي المرة واحدة بس واللي عايز تستعمله لو حصل أي حاجة، وبتعرفه إنها رايحة عشان توقع عقد جديد، وده لو كل حاجة مشت تمام. بتروح للشخص ده واللي بيعرفها بنفسه بالوكالة دي بقى، والعقد بيكون في صلاحها وهي بتتبسط، وعايز يعرف علاقتها بمون دهيوك، وده اللي قال لهم عليها عشان هو مساهم في الوكالة وحب إنه يضمها بقى، وكان مفكر إنهم يعرفوا بعض. فبتخلص وبتروح الاجتماع بتاعه وبتشوفه وبتروح تركز فيه علشان الناس حابينه. فبيخلص وبتروح له وبترحب بيه وشايف انه يعرفها جدا وهي جت عشان تشكره بما انه مؤمن بيها كده، بس عايزه تعرف واللي بيساعدها بقى. فبيقعدوا بيعرفوا ان شركته بتتبرع للمحتاجين وحب يساعدها عشان شايفها بتقاتل عشان تفضل موجوده، وان ايه اللي يحصل لها لو كانت عاشت في اسره سعيده وعاديه، وبيكون عارف عنها كتير وعايزة تعرف ايه الخطة المناسبة ليها واللي هتعرفها مع الوقت المناسب. وبتقرر تتصل بيه بعدين وبتمشي على طول. فجاي بيرن على جون وعايز يقابله بالليل، فبيروح يمشي وبيشوف امه بيركز فيها وبيمشي. فمون بيعرف اللي حصل لسوري والصحفي وبيكون يعرف كل معلومات جون وجي او، وبيفكر يعمل ايه معاهم. فسوري بتكون في الحجز وشايفة ان بايك هي اللي ورا كل اللي حصل لها ده، وبتخلص وبتروح لبايك وبتعرفها ان سوري نديمة على ده وهتنسى اللي فات، بس بترفض تساعدها مهما تترجاها خالص علشان ده حرب مش هتفيد بحاجة. ومون شايف اللي حصل ده وهي بتروح توقع العقد وبتفرح جدا. جون بيروح لجاي علشان يتكلم معاه. في المقابل بايك بتمشي وبتروح لمون اللي بيكون بيعوم شوية، وبتلاقي انه عارف كل حاجة وبتشكره على الايمان بيها. فجاي بيوري اصابته لجون اللي حصلت من الناس اللي متابعين بايك وما عرفش يوصل لهم، بس مون بيعرفها في انه يقدر يعمل اي حاجة هي عايزاها، وبتفكر في انه معجب بيها بس بيضحك على طول. وبيروح يعرفها عن كل حاجة حصلت، بس في شخص بيبدأ في تسريب غاز عليهم وهيولع في جون وجاي بقى. فمون بيروح وبيعرف رأي بايك فيه وبيعرض عليها فرصة في انها تكون معاه وتنسى اللي فات، وسط ما جاي بيطلع في الغاز ده. ومون دهيوك بيعرض عليها تستمتع بكل حاجة وتبقى مراته قدام الناس، وبتستغرب. وجاي وجون بيروحوا يحاولوا يهربوا علشان بيحصل انفجار، بس مون عايز بايك تكون معاه بقى وبتتبسط. والجزء بيخلص على هنا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصل لكم الجزء الجاي. تابعونا، سلام.